ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. الترم التاني بيبدا او يعتبر اصلا بدا، فانت لازم تكون حاطط اهداف علشان تحققها في الترم ده وكمان تعوض الترم اللي فات. فلو انت عايز تعرف ازاي تكتب اهداف صح كمل الفيديو للاخر، بس في الاول انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب علشان نوصل اكبر عدد من المشتركين خلال الشهر ده. لو انت عايز تكتب اهداف صح يبقى لازم تتاكد اول حاجه ان الاهداف دي قابلة للتحقيق، يعني انت هتقدر تحقق الهدف اللي انت هتكتبه، مش هتكتب اي هدف وخلاص. بص، مش هتكتب اي حاجة اللي هو وخلاص ملهاش معنى، لا، لازم تكون هتكتب هدف انت هتقدر تحققه، والا كده ما يعتبرش هدف وما تكتبوش. الهدف اللي هتكتبه يبقى لازم انت هتقدر تحققه. رقم 2، اوعى تبالغ في تقدير نفسك، بمعنى انك تحط اهداف اكبر من حجمك او اكبر من سنك. يعني ما تقولش مثلا انا عندي 16 سنة فانا هشتري عربية ب 3 مليون، مفيش الكلام ده. فانت هتحط هدف يكون في سنك او هدف يكون على قد حجمك وانت هتقدر تحققه. اوعى تبالغ في تقدير نفسك، وفي نفس الوقت اوعى تقلل من نفسك او تحبطها، ودي رقم 3. بمعنى انك مش هتحط اهداف صغيره خالص لو انت تقدر تحققها بسهوله خالص. انت ولا تبالغ في تقدير نفسك ولا تقلل منها، حط اهداف على قد حجمك بالظبط، حط اهداف على قد نفسك بالظبط. رقم 4، بدل ما تحط هدف واحد كبير خالص عليك حط اهداف صغيره او قسم الهدف ده الى اهداف صغيره تقدر تحققها، وبالتالي هتكون حققت الهدف الكبير او الصعب عليك ده. فانت لازم تقسم اهدافك الى اهداف صغيره. رقم 5، انت كتبت الاهداف بتاعتك دي تمام، تسيبها وخلاص كده؟ لا، ما ينفعش، لازم تحط خطه علشان تحقق الاهداف دي. طيب دلوقتي انت تهت، فانا تعالى اديك مثال بسيط كده. انا هحط معاك شويه اهداف للترم التاني وانت قيس عليهم او حط زيهم. مثلا رقم 1 اللي هو انت هتحسن نفسك عن اليوم اللي قبله ولو حتى ب1%، مش هتقارن نفسك بحد ولكن هتقارن نفسك بنفسك عن اليوم اللي قبله، فانت لازم تتحسن عن اليوم اللي قبله ب1%. رقم 2 وهي انك هتعمل الواجبات بتاعتك كلها في نفس اليوم اللي انت بتاخد فيه الدروس. يعني مثلا انت رحت الحصه وخدت واجب، هتروح تعمل الواجب ده في نفس اليوم. كذلك الامر في المدرسه، رحت المدرسه وخدت واجب هتعمل الواجب بتاعك في نفس اليوم. وهنا هنيجي للنقطه رقم 3 وهي انك هتغيب عدد ايام اقل من المدرسه، لان في المدرسه بيشرحوا على فكره والمدرسه مهمه جدا، فانت هتغيب عدد ايام اقل عن اللي كنت بتغيبها قبل كده. رقم 4، مثلا انت مش بتذاكر خالص فانت هتبدا بساعتين كل يوم، ومع الوقت هتزود عدد الساعات دي، ولكن هتبدا بساعتين كل يوم. واعتقد ان ساعتين ده يعني وقت سهل ان انت تقدر تذاكر فيه. واخر هدف ممكن تحطه وده اسهل هدف فيهم وهو انك هتتعلم كل يوم 10 كلمات جديده من اي لغه، فرنساوي، الماني، انجليزي، المهم هتتعلم 10 كلمات جديده، ومش هيعدي يوم الا لما تكون متعلم 10 كلمات جديده. وبس يا معلم، ده كان مثال للاهداف اللي انت ممكن تحطها لنفسك الترم التاني. لو عندك اي سؤال ممكن تسأله لي في الكومنتات او تسألني على الانستجرام. وبس كده، سلام.